المانومتر وحده ما يعطيكش الحقيقة الكاملة، خليني نوضح لك علاش. غاز اير 134 A يعطي أداء مستقر في التبريد المتوسط، أما كي تهبط بدرجة تبخير أقل من موان 10 دوغري كاباسيتي تهبط والكمبرسور يخدم أكثر والاستهلاك يطلع، والنتيجة نظام أقل في الكفاءة. مثلا في غرفة تجميد تخدم على موان 20 دوغري تبخير، لازم تربط الضغط بالحرارة مش تشوفه وحده، والسيرشوف يكون في حدود 3 درجات. ودرجة التكثيف عادة تكون أعلى من حرارة الجو بحوالي 10 درجات في الظروف العادية. إذا ما تربطش الضغط بهالأرقام، قراءة المانومتر وحدها ما تعطيكش التشخيص الصحيح. وهنا يجي السؤال: هل مازال R134 A هو الخيار الأفضل اليوم مع القيود البيئية؟ الإجابة بالطبيعة لا. لهنا طورنا ايكو 134، نفس منطق العمل متاع اير 134 A، اداء مستقر في التبريد المتوسط، تأثير بيئي اقل، واسهل في التعامل التقني في الميدان بدون ما تغير عادات خدمتك. انت في خدمتك صارت لك قبل قراءة ضغط ممتازة والسيستم اداؤه ضعيف؟ اكتب لنا في لي كومنتير، تابعنا اذا تحب ترتقي من تقني الى خبير.